السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معايا. رمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير. اليوم جيتكم بفيديو خفيف ظريف مسمن معمر بمكونات بسيطه. 3 المكونات: البصله والفلفله والفرماج. كيجي لذيذ بزاف ومقرمش وساهل، ما كياخذش الوقت بزاف. وكيف قلت لكم يعني مكوناته بساط. تابعوا معايا الفيديو وكنتمنى انه يعجبكم. بالنسبه للمكونات كيف سبق لي ذكرت، فخديت بصله شلطتها رقيقه بحال هكا، وفلفله مشلضه. بامكانكم ديروا يعني النوع اللي متوفر ديال الفلفله. خديت مقله ضفت فيها واحد 2 معالق حتى 3 المعالق كبار ديال زيت المائده. خليت الزيت حتى سخن شي شويه، عاد ضفت البصله، غادي نخليها تشحر شي شويه، عاد نضيف عليها الفلفله اللي قطعت. من بعد ما تشحرات البصيله غادي نضيف الفلفله. بالنسبه للعطريه اللي استعملت، فدرت رشيشه ديال الملحه. ما كنكثروش الملحه بزاف لان الفرماج كيكون مالح، فما نكثروش الملحه. رشيشه ديال البزار، رشيشه ديال الفلفل الحلو او التحميره، ورشيشه ديال الكمون. صافي غادي نخليها تشحر واحد شويه. منين نبغي نطفي عليها نضيف معدنوس، واحد 2 معالق كبار ديال المعدنوس. ضفت المعدنوس، كان عندي في الفريغو داكشي علاش ما كنجبدو حتى كنبغي نطيبو. هذه هي الحشوه ديالي. ضفت عليها شويه ديال جبن الامونطال حكيتو. نتوما بامكانكم ديروا يعني الجبن اللي متوفر عندكم. وكان عندي واحد الجبن يعني نوع اخر ديال الجبن كنت حكيته من قبل ودرته في الفريغو، حتى هو ضفت منه كميه. فقلت لكم بامكانكم ديروا نوع الجبن اللي بغيتو، الا ما كانش ديروا جبن المثلثات حتى هو كيجي زوين. المهم اللي متوفر، المهم هو انه يكون فرماج. خلطت هاد المكونات وخديت العجينه المسمن. سبق لي نزلت يعني فيديو خاص بالعجينه المسمن، غادي نخلي لكم الرابط ديالو اسفل الفيديو. صايبتها من قبل وخليتها 21 دقيقه ارتاحت، ودرتها كبيرات وخليتهم ارتاحوا مزيان باش يعني كيمشيو في ايدي في التكراس وما كيكرفصونيش. غادي نقرصها رقيقه ونحاول ما امكن انني ما نقطعش العجينه. كيف كتشوفوا العجينه مرتاحه يعني كتمشي مع ايدي. كنقرصها غير بشويه ديال زيت المائده. منين قرصتها رقيقه كناخذ شويه من ديك الحشوه، ما كنكثرش بزاف غير شي شويه، وكنبدا نطوي مسمن عادي. كندير الجهه الاولى بحال هكا والطرف الاخر كنديرو من التحت باش ما تقطعش العجينه وتخرج الحشوه. وكنحطها حتى كتطلق حتى كترتاح. وكنصايب يعني قرصه اخرى بنفس الطريقه. كنقرصها مزيان وكنطويها، وهذا الطرف كنديرو من التحت باش يطيب المسمن مزيان وما تخرجش الحشوه من التحت، ما تقطعش العجينه وتخرج الحشوه. ملي كندير واحد الكميه لا باس بها، شي 4 المسمنات، كناخذ المسمنه الاولى اللي بديت بها كنقرصها يعني بشكل خفيف، غير شويه، ما كنوركش عليها بزاف باش ما تقطعش العجينه وباش الحشوه ما تخرج. غير شي شويه ماشي بزاف. كيجيو مسمنات صغار، نتوما كتحكموا في الحجم ديالها، كديروا الحجم اللي بغيتو. كناخذ مقله ثقيله كنسخنها، كندير رشيشه ديال زيت المائده وكنحطها وكنرش من فوقها، وغير كنحطها كنبدا نقلبها، ما كنخليهاش طيب باش تنفخ من الداخل. يعني المسمنات كبار فكندير 3 حتى 4 المسمنات في المقله، داكشي باش يعني ما كياخذش وقت كتير. كنخليهم كنبقى نقلب فيهم حتى كيتنفخوا. كيف كتشوفوا راه كيتنفخ صافي، وكنبقى نقلب فيه حتى كيتحمر وكيتنفخ من الداخل، كيجي مورق ومقرمل، كيجي رائع. بامكانكم ديروهم بالحجم اللي بغيتو، تكبروهم او تصغروهم حسب الرغبه. المهم هو الحشوه اللي سريعه وسهله. الى عجبكم الفيديو كيف ديما ما تنسوش ديروا لي جيم، ولا ما كنتوش معايا في لاشين تابوناو معايا. وشكرا على المتابعه.